أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد لحظة بلحظة. رونالدو ينهي جدل رحيله عن النصر بعد رسالة ترامب. تصريح حاسم بالبشت. علي البليهي يكشف كواليس استفزاز رونالدو. لو كنت مكانه سأقوم بنفس التصرف. بنتو يعادل بونو في ليلة استعادة صدارة دوري روشن. أول رد فعل في النصر بعد الرباعية، ومفاجأة تنتظر أنجيلو. النصر في الصدارة، 3 مكاسب كبرى لخيسوس من رباعية الحزم. دوري روشن، النصر يعود إلى القمة والمنافسة تشتعل وصراع ال5 نقاط. جدل في استوديو أكشن مع وليد: هل إبعاد العقيدي قرار صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته، وتحليلات لا تجدونها إلا هنا. فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. حسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النادي النصر الجدل المثار حول مستقبله مع العالمي، وذلك في أعقاب رسالة علنية ومفاجأة تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت دعوة مباشرة للانتقال إلى الولايات المتحدة واللعب في الدوري الأمريكي. رد حاسم على رسالة ترامب. وجاء تعليق رونالدو 41 عاما عقب فوز فريقه العريض على الحزم برباعية نظيفة لينهي التكهنات التي فجرها مقطع فيديو نشره ترامب عبر منصة تيك توك، وصف فيه الدون بأنه الأعظم على الإطلاق، قائلا له: نحتاجك في أمريكا، انطلق الآن. وردا على هذا الإغراء السياسي والرياضي، صرح رونالدو لقناة 8 قائلا: أنا أنتمي إلى السعودية، هذا البلد استقبلني أنا وعائلتي بحفاوة، مؤكدا سعادته الكاملة بالبقاء والاستمرار في تجربته الحالية. علاقة رونالدو بالنصر وصدارة الدوري. تأتي تصريحات النجم البرتغالي الذي يمتد عقده مع النصر حتى صيف 2027 لتؤكد التزامه مع فارس نجد في لحظة فنية حاسمة، حيث استعاد الفريق صدارة دوري روشن السعودي بعد الفوز الأخير. وأوضح رونالدو أن شعوره بالانتماء للمملكة يتجاوز حدود الملعب، ليشمل الارتياح العائلي والتقدير الشعبي الذي يحظى به، مما يغلق الباب عن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري. وتأتي هذه التأكيدات لتنفي بشكل غير مباشر ما تناولته بعض التقارير حول توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة النادي إثر غيابه عن مباراتي الرياض والاتحاد. وكانت أنباء قد أشارت إلى أن غيابه جاع احتجاجا على ميركاتو الشتاء، إلا أن حديثه عن الانتماء والسعادة يعكس تلاحما كبيرا مع النادي ورغبة قوية في قيادة العالم لتحقيق الألقاب القارية والمحلية والرد على صفقات المنافسين بالنتائج داخل المستطيل الأخضر. أثار مدافع نادي الهلال والمعار لصفوف الشباب حاليا علي البليهي الجدل مجددا بتصريحات اتسمت بالصراحة والجرأة حول أسلوبه المستفز داخل المستطيل الأخضر، وتحديدا في واقعته الشهيرة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال ديربي الرياض، والتي انتهت بطرد الأخير بعد احتكاك مباشر بينهما. اعتراف بالعدائية داخل الميدان. أقر البليهي بأنه يتبنى شخصية مغايرة تماما بمجرد دخوله أرض الملعب، مؤكدا أنه لا يسعى لتكوين صداقات أو كسب محبة المنافسين أثناء المباراة. وصرح المدافع الهلالي قائلا: لا أحد يحبني في الملعب، وأعترف أنني غير جيد في تعاملي داخل الميدان، فأنا لا أعرف أي شخص بمجرد بدء اللقاء، في إشارة واضحة إلى تعمده استخدام الحرب النفسية لإخراج المهاجمين عن تركيزهم. كواليس الصدام مع رونالدو. وحول الحادثة التي تسببت في طرد قائد النصر كريستيانو رونالدو، كشف البليهي عن وجود حوار جانبي حاد دار بينهما، لكنه رفض الكشف عن فحواه للعلن، مشيرا إلى أن ما قاله كان كفيلا بإثارة غضب النجم البرتغالي. وأضاف البليهي في لفتة مفاجئة: لقد قلت لرونالدو شيئا لا أستطيع قوله إعلاميا، وبكل أمانة لو كنت مكانه سأقوم بنفس التصرف الذي قام به تجاهي، وهو ما فهم كاعتراف منه بمدى الاستفزاز الذي مارسه ضد الدون.
فلسفة المدافع المشاكس. تأتي هذه التصريحات لتؤكد النهج الذي يتبعه البليهي مع كبار نجوم العالم الذين قدموا للدوري السعودي، حيث سبق له ممارسة ضغوط مشابهة على ليونيل ميسي وساديو ماني وغيرهم. ويرى البليهي أن مهنته كمدافع تتطلب منه استخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة نفسياً لتعطيل الخصوم، معتبراً أن ما يحدث في الملعب ينتهي بصافرة الحكم ولا يعكس شخصيته الحقيقية خارج الرياضة. شهدت الجولة 23 من دوري روشن السعودي، والتي تزامنت مع احتفالات يوم التأسيس، تألقاً لافتاً للحارس البرازيلي بنتو ماتيس، الذي لعب دوراً محورياً في فوز فريق النصر العريض على الحزم بنتيجة 4-0 على ملعب الأول بارك، ليضرب عصفورين بحجر واحد، معادلة أرقام كبار حراس الدوري واستعادة صدارة الترتيب. سلسلة تاريخية من الكلين شيت. بنجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الحزم، أكمل بنتو ماتيس سلسلة مذهلة من 6 مباريات متتالية دون استقبال أي هدف، كلين شيت. بدأت هذه السلسلة منذ مواجهة التعاون في الجولة 18، واستمرت عبر محطات الأخدود، الرياض، الاتحاد والفتح، وصولا إلى موقعة السبت، ليرفع إجمالي مبارياته بشباك نظيفة هذا الموسم إلى 7 مباريات، مطاردة بونو وملاحقة مندي. بهذا الرقم نجح الحارس البرازيلي في معادلة رقم النجم المغربي ياسين بونو حارس الهلال وسلوفاكي مارين روداك حارس الاتفاق، حيث يتساوى الثلاثة برصيد 7 مباريات كلين شيت. ويأتي هذا الصراع خلف السنغالي إدوارد مندي حارس النادي الأهلي، الذي لا يزال يتصدر القائمة ب9 مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه. بنتو يعيد النصر إلى القمة. لم تكن أرقام بنتو مجرد إحصائيات فردية، بل كانت المفتاح الذي أعاد النصر إلى صدارة دوري روشن برصيد 55 نقطة. واستغل العالمي تعثر منافسه التقليدي الهلال بالتعادل أمام الاتحاد لينتجع المركز الأول بفارق نقطة، مستفيدا من الصلابة الدفاعية التي يقودها بنتو، والذي سبق له التألق أيضا في الدور الأول أمام الاتحاد بذات النتيجة 2-0. قرر خورخي خيسوس المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم منح فرص أكبر في المباريات المقبلة لنجمه البرازيلي أنجيلو غابرييل في مباريات العالمي القادمة في دوري روشن السعودي. ونال أنجيلو غابرييل لاعب النصر إشادة خورخي خيسوس بعد الفوز الكبير الذي حققه النصر على الحزم 4-0 في الجولة 23 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026. سجل أنجيلو غابرييل لاعب النصر هدفاً جميلاً ساهم في فوز النصر على الحزم ب4 أهداف نظيفة، وبعد فاصل من المراوغة ليستعيد الكثير من بريقه في تشكيلة العالمي. ويعتبر أنجيلو غابرييل من الأوراق الرابحة التي يعول عليها خورخي خيسوس في صفوفه خلال الفترة المقبلة، بجانب باقي القوة الضاربة في صفوفه مثل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس. وفاز النصر على الحزم 4-0 السبت على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 23 لموسم 2025-2026 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة. وسجل رباعية النصر كل من كريستيانو رونالدو هدفين، وكينغزلي كومان وأنجيلو غابرييل بواقع هدف لكل منهما. ارتياح كبير فرض نفسه بقوة داخل نادي النصر في أعقاب فوز الفريق الأول لكرة القدم على الحزم ب4 أهداف نظيفة في الجولة 23 من عمر دوري روشن السعودي جولة التأسيس. وخرج نادي النصر من وراء رباعية الحزم ب3 مكاسب كبرى حققها المدير الفني خورخي خيسوس عبر الفوز على الحزم في الجولة 23 من عمر دوري روشن السعودي. 1. النصر يتصدر جدول ترتيب روشن. أول مكاسب نادي النصر من رباعية الحزم هي استعادة قمة دوري روشن السعودي من جديد، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول بعد غياب دام 50 يوما كاملا عن القمة، واستغل تعثر الهلال بدوره أمام الاتحاد. 2. النصر يواصل العروض الجميلة. ثاني مكاسب نادي النصر من رباعية الحزم هي الحفاظ على مسلسل الانتصارات الكبيرة وتحقيق الفوز الثامن على التوالي كما كان يخطط خورخي خيسوس، وحصد 3 نقاط غالية بخلاف تقديم عرضا جميلا وتسجيل رباعية جميلة في الحزم. 3. النصر يفوز برعاية رونالدو. ثالث مكاسب النصر في الجولة 23 من عمر دوري روشن السعودي نجاح كريستيانو رونالدو قائد النصر في مواصلة التألق اللافت، وسجل هدفين جميلين من رباعية العالمي ليساهم في نجاح النصر من حصد 3 نقاط غالية في رحلة الحصول على اللقب.
مع نهاية الجولة 23 لبطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في الوصول إلى المركز الأول وصدارة جدول الترتيب بعد غياب، واستغل النصر مع مديره الفني خورخي خيسوس تعثر الهلال أمام الاتحاد ليتقدم إلى المركز الأول، ووصل إلى النقطة 55 من 22 مباراة، شهدت الفوز في 18 مباراة والتعادل في لقاء والخسارة 3 مرات. واحتفلت جماهير النصر بالوصول إلى صدارة دوري روشن السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر استعادة قمة جدول الترتيب من جديد بعد فترة توقف طويلة، وانفرد النصر بالصدارة مجددا بفارق نقطة واحدة عن الهلال ضحية الجولة 23 بعد التعادل مع الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن السعودي، وتراجع الهلال بدوره إلى الوصافة برصيد 54 نقطة، وساهم تعثر الهلال في اشتعال الصراع بين الرباعي النصر والهلال والأهلي والقادسية، حيث بات فارق النقاط حاليا يمكن تعويضه في جولة إلى جولتين بين النصر الأول برصيد 55 نقطة ويليه الهلال الوصيف برصيد 54 نقطة، ثم الأهلي الثالث برصيد 53 نقطة، ثم القادسية الرابع برصيد 50 نقطة. أشعل سؤال جماهيري استديو برنامج أكشن مع وليد بعدما طرح أحد المتابعين تساؤلا مباشرا حول جدوى إبعاد نواف العقيدي عن التشكيل الأساسي للنصر خلال الفترة الماضية في ظل المنافسة القوية على اللقب. وأتاح الفراج الفرصة لمحللي أكشن للإجابة على هذا السؤال، حيث عبر الناقد الرياضي إبراهيم العنقري عن وجهة نظر واضحة، مؤكدا أن العقيدي يملك إمكانيات كبيرة وكان من الأفضل منحه الثقة والاستمرارية، مشيرا إلى الاستقرار في مركز حراسة المرمى عنصر أساسي لأي فريق ينافس على البطولات. وأضاف أن استغلال خانة اللاعب الأجنبي في مركز آخر كان قد يمنح النصر أفضلية فنية أكبر، متمنيا أن يتعامل العقيدي مع المرحلة الحالية بهدوء دون محاولة إثبات نفسه بشكل مبالغ فيه. في المقابل رأى ناصر الهويدي أن القرار كان منطقيا، معتبرا أن الأخطاء التي ارتكبها العقيدي في فترات سابقة كلفت الفريق نقاطا مؤثرة في سباق الصدارة، مؤكدا أن الاعتماد على البرازيلي بنتو يمنح الفريق استقرارا أكبر في المباريات الحاسمة. أما غرم العمري فاختصر موقفه بالتأكيد على أن بنتو هو الخيار الأفضل حاليا من الناحية الفنية، خاصة في ظل حاجة الفريق لحارس أكثر خبرة في المواجهات الكبرى. ترتيب الأوراق. ويأتي هذا الجدل بعد قرارات المدرب جورجي خيسوس بإعادة ترتيب أوراق حراسة المرمى في وقت حساس من الموسم، ما يجعل ملف الحارس الأساسي أحد أبرز الملفات الساخنة داخل البيت النصراوي. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان تصلكم كل الأخبار أولا بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع النصراوي، نراكم في فيديو قادم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا لأن القادم أعظم، والعالمي دائما في القمة.